السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ. وقبل أي حاجة أنا حابب أشكر كل الناس اللي عملت اشتراك وعملت لايك وتابعت الفيديو للآخر، وفضلا لو تدعمونا باشتراك ولايك، وشكرا ليكوا على وقفتكم معنا. ありがとう。 وظهرت من الاتنين هالة قتالية مرعبة، وبدأوا بالهجوم على بعض وحصل انفجار قوي جدا في المكان. بعدها قال سيد البوابة: أنا دلوقتي عرفت ليه الشيخ لي سابنا ومشي، ده بقى عنده فن قتالي مرعب. قال له العراف لينج طول عمره بيحسبها بالورقة والقلم، عشان كده اختار عيلة ليو وزاوفان. قاطعهم في الكلام زاوفان وقال لسيد البوابة: ده أنا هذبحك. قال له ورينا شطارتك. في نفس الوقت الشيخ لي وكبير المحاربين عمالين يضربوا في بعض وفين يوجعك. قال له الشيخ لي: مالك يا برنس، شكلك ضعفت وبقيت توتو خالص. قال له انت بتتريق عليا؟ طب وحياة امي لوريك. وفعل الشيخ لي مهارة صرخة الموت لنفس التنين، وظهرت طاقة جبارة في المكان اصابت عدد كبير من المحاربين بجروح خطيرة. رد عليه بالمرحلة العاشرة لفن جسد الطاغية، اتحول لجسم ذهبي بروح قتالية مرعبة. وفعل الشيخ لي فن قتالي مشترك بصرخة وإصبع روح التنين. ساعتها قال زوفان: كده مسارات الطاقة في جسمه هتتدمر ويجيله شلل. رد عليه تيانشي: ده لو ما كسبش النهاردة هيندم عمره كله. قال زوفان: بس الحكمة بتقول ما خاطرش بحياتي مهما كان السبب. عموما استعدوا يا رجالة عشان دورنا جه. بعدها الشيخ لي فعل مهارة إصبع الموت، ونزلت طاقة جبارة على كبير المحاربين، فجسمه الذهبي اتدمر وطار بعيد. حاول يهرب وكان عايز يساعده سيد البوابة. وقف قدامه زوفان وقال الشيخ لي: تبعي، ما تفكرش انك تتدخل. ما عجبوش الكلام وفعل مهارة مخلب وريد تنين الارض. رد عليه زوفان بنفس المهارة، فحصل انفجار جبار طيرهم هما الاتنين. فقال له زوفان: ايه ده، انت قدرت تطور مهارة جسد التنانين التسعة. قال له الفضل يرجع ليك وللجذور البوذية، واستعد يلا عشان هخلص عليك دلوقتي. في نفس الوقت العراف لينج بعت الشيوخ التلاتة عشان يلحقوا كبير المحاربين، بس اللي وقف قصادهم شيوخ عيلة ليو. فقال العراف: اوبا، كده بقى كبير المحاربين ميت ميت. في نفس الوقت هجم الاتنين على بعض بمنتهى القوة، وبضربة قوية قدر الشيخ لي يقطع دراع كبير المحاربين. تنح واتصدم كل اللي واقفين. قال كبير المحاربين: ايه الغل اللي جواك ده من ناحيتي؟ قال له: فاكر من 80 سنة لما هزمتني ب3 ضربات بس؟ ساعتها قلت لي اني ضعيف وما استحقش اكون خليفتك في الملاعب، وبعد 30 سنة أتقنت المستوى السابع لجسد الطاغية، وحلفت إن أدوقك مرارة الهزيمة علشان أستعيد كرامتي وكبريائي. قال له: ياه، ما كنتش أعرف إنك أسود قوي من جوه. ووقع واترمى على الأرض. بعدها الشيخ لي اختل توازنه واغمى عليه. لحقوا تيانشي وبلغ زوفان انه اتصاب بجروح داخليه خطيره. بعديها قال زوفان لسيد البوابه: اللي حصل النهارده درس قاسي وحاجه محزنه جدا. فعلا الانتقام ده سلاح ذو حدين. رد عليه وقال له: انت طول عمرك مبدأك الحذر دايما. قال له: بس النهارده اتعلمت ان ادمر المغرور اللي شايف نفسه. ووجه له ضربه بقبضه الكيلين رمته بعيد قوي وفجرت بيه الارض حرفيا. قال له: هو ده كل اللي عندك؟ رد عليه: جسد التنانين التسعة ده سابق سمعته، يلا بينا نبدأ الجولة التانية. اتحول سيد البوابة لجسد تنين ذهبي عملاق، ووجه لزوفان ضربة نارية مرعبة. اتفاجئ زوفان واتصدم من اللي شافه، فقال له سيد البوابة: أنا حولت الأرواح لمخالب وديل وجسم التنين الأرض، وبمهاراتك وقوتك مش هتقدر تقف قدامي خالص. هجم عليه بكل قوة وقال له: سلم لي على روح التنين التسعة. رد عليه زوفان بروح وريد مخلب التنين، ما قدرش عليه ومسك ايديه الاتنين وكتفه. قال له: انا هقتلك واخد دراع التنين اللي انت فرحان لي بيها. قال له: ده انت طلعت مغرور زي ابنك ومحدش يقدر يقف قصادي الا جوسان. انت هتقدر؟ قال له: في الحالة دي راسك هتكون ليا. فتح بقه وكان عايز ياكل راسه. بصعوبة قدر زوفان يفلت منه. قال له: مهما تعمل مش هتقدر تستخبى مني. وظهرت منه هالة ذهبية مرعبة. هرب منه زوفان وطار بعيد. قال له: مهما كنت سريع هجيبك هجيبك. قدر يمسكه بس فلت منه بعين الفراغ الملكية، وفضل يضرب فيه بمخلب وديل التنين بكل قوة، وزوفان عاجز قدامه ومش قادر يصد الضربات.
فعل عليه الوهج الأزرق ووجه له ضربة سريعة بقبضة الكيلين، اترمى بعيد 30 متر لورا، بس قدر يتمالك نفسه. وفي نفس الوقت كان متابع الحوار الزعيم الأسود ووزير الحرب، وقال: ما كنتش متوقع ان سيد البوابة يثقل جسد التنانين التسعة بالقوة دي. من وجهة نظري المعركة محسومة للبوابة الإمبراطورية. رد عليه وزير الحرب: لو كنا نعرف الحوار ده من بدري كنا ساعدنا زوفان وعيلة ليو. فقال السلف فانج: مفيش قدامنا غير زوفان، هو أملنا علشان نوقف الجبار سيد البوابة. رد عليه وزير الحرب: بس ازاي هنتعامل معاه من غير جوسان؟ كده خطة الإمبراطور فشلت. فقال الزعيم: ما تقلقوش، كده كده عندنا سيدين من حراس التنين، ودول اللي كانوا مكلفين بمراقبة وحراسة جوسان، وكل اللي بيحصل دلوقتي جزء من خطة الإمبراطور. في نفس الوقت بنلاقي سيد البوابة بيقول لزوفان: استسلم وبلاش تضيع وقت. وظهرت منه هالة شيطانية مرعبة، وقال له: طالما ايديا مش نافعة فهدوسك برجلي. وفعل مهارة ساق الكلين مزلزلة السماء، ظهرت رجل جبارة زلزلت وفجرت المكان كله. وقع سيد البوابة واتخسف به الأرض، بس قدر يطلع من تحت الأرض. اتصدم زوفان من اللي شافه وقال: ده لو اتحول لتنين كامل مستحيل يقاوم هجوم رجل الكيلين. ظهر سيد البوابة وجسمه متدشمل وقال له: مهما تعمل مفيش فايدة. قال له: هفضل أدوسك برجل الكيلين وهعمل منك هريسة وبسبوسة. قال له: انت ناسي ان جسد التنانين التسعة مسقول بالجذور البوذية، وده معناه ان عندي قوة شفائية عالية جدا، مهما عملت مش هتقدر تقتلني. وفعل شفاء أرواح التنانين الثمانية وقدر يتحول تاني لجسد التنين الذهبي. قال وزير الحرب: يا نهار ازرق، بالقوه الشفائيه العاليه دي جوسان حتى مش هيقدر عليه. بعدها قال زوفان لسيد البوابه: صدقني هلاكك هيكون على ايدي. فعل مهاره رجل الكيلين مزلزله السماء وطار عليه بكل قوة، فضل يضرب فيه وفين يوجعك. صد الهجوم بأجنحة الوحش الروحي. قال له: بص أنا همشي دلوقتي، بس أوعدك المرة الجاية هخلص عليك. وكان عايز يهرب ففعل عليه مدفع تنين الأرض. ظهرت طاقة نارية جبارة ضربت زوفان طيارته بعيد وفجرت بيه الجبل. فرح جدا وقال: أخيرا موته. هتف الشيوخ: يحيى زعيم العيلة العظيم. بعدها قال: دلوقتي أقدر أرجع روح التنين التسعة. بس اتفاجئ بزوفان مرمي على الأرض ولسه عايش. قدر زوفان يقف من تاني بس كان متصاب بجروح خطيرة. فرح أتباعه من الشيوخ إنه لسه عايش. وقال سيد البوابة: انت ازاي قدرت تفلت من هجومي بشوية اصابات بسيطة زي دي؟ رد عليه قال له: هو انت فاكر انك تقدر تقتلني بضربة واحدة؟ ده عندها يالا، ولو فزت المرة دي اوعدك المرة الجاية مش هرحمك. وسابه وطار بعيد. فقال له: خد هنا. رايح فين؟ انا مش هسيبك. هنا قال العراف لاتباعه: اهربوا بسرعة، ده اكيد خطة وكمين من زوفان. رد عليه سيد يومينج: ايه المشكلة؟ وضعنا ممتاز وقوتنا فيها حماس الحماس. قال له: مش متأكد، عشان اللي حصل ده بيفكرني بموقف حرب العائلات المية. قال له: مستحيل، ده اتصاب بجروح خطيرة جدا وما بقاش حتى قادر على المقاومة. فقال: يا جدع أنا متأكد عشان هزيمته وهروبه حاجة مقصودة. في نفس الوقت قال للشيخ تشو للشيوخ: يلا يا جدعان دورنا جه. قالت الجدة: ازاي وقوتنا أصلا بقت ضعيفة؟ ردت عليها ساحرة القمر: ما تقلقيش، كل حاجة مترتب لها. قالت: عشان كده يبقى هما وقعوا في المصيدة، يلا بينا. وهجموا بكل قوة على شيوخ وأتباع سيد البوابة. اتفاجئ العراف واللي معاه وفعل سيد ياوانج مهارة كف الألوان السبعة. رد عليهم ملك السموم بمهارة كف سحابة السموم التسعة. اتصدم سيد ياوانج وقال له: انت بتعمل ايه؟ ده احنا في عيلة واحدة، الله يخرب بيتك. قال له: النهاردة هسوي بيك الأرض. قال له: يا حيوان يا حقير يا ابن التيت. وبنعرف هنا ان كف السموم التسعة بيتغير باستمرار، جواه 99 نوع من السموم، وده بيخلي من المستحيل ان حد يقاومه. بعدها بنشوف سيد ياوانج تعرض للتسمم وأمر سيد يومينج تراجع وانه يبعت الخبراء علشان يتعاملوا مع ملك السموم. بس كان في استقبالهم الشيخ تشو ومراته وفعلوا انفجار النار والجليد، فترعبوا واتسمروا مكانهم. اتفاجئوا ان العواجيز الثلاثه بقوا في عيله ليو. قال لهم الاخ الثالث: انتوا ازاي انضميتوا للعيله؟ رد عليه واحد منهم: عيله ليو فرصه كبيره جدا، غير ان زوفان ادانا فنون قتاليه هديه للانضمام. مع الوقت هنخترق عالم تحول الفراغ في اقل من 50 سنه. قال له: ازاي؟ مش انت قلت ان مؤهلاتك عمرها ما تسمح بده؟ قال له: الكلام ده قبل ما ندخل العيله ونكتشف الكنوز اللي عندهم. دول عندهم أنوية وحوش ومواد طبية نادرة جدا، ده غير صناعة العقاقير والأدوية الروحية. فضل يقنعه بمميزات زوفان وعيلة ليو.
لحد لما أقنعه وجنده، بس قال له شرط الانضمام هو بلع دودة الدم. وراحوا مع بعض يحاربوا باقي أعضاء سيد البوابة. واتفاجئ من اللي حصل العراف لينج وسيد يومينج، وقرروا ساعتها الانسحاب. وقال الزعيم الأسود: الله، هو ايه الحكايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ ده سحر ده ولا ايه؟ رد السلف فانج: كل ده من تخطيط زوفان. والعراف لينج خسر قدامه للمره الثانيه، وده نفس اللي حصل في حرب العائلات المية. قال الزعيم الاسود: لو الموضوع كده يبقى اكيد زوفان عنده طريقه يتعامل بيها مع سيد البوابه والتنانين التسعه. الظاهر كده زوفان هو عدونا الحقيقي. طاروا هما الثلاثه وسابوا المكان. بعدها بنشوف زوفان وهو طاير وعمال ينزف دم، وكان وراه مش سايبه سيد البوابه. فقال لنفسه: ما كنتش اعرف انه جامد قوي كده، لازم انفذ بلان بي. بس اتفاجئ بضربه قويه منه وقعته على الارض، وقال له: مدوخني وراك 3 ايام، هتروح مني فين؟ بعدها قال لنفسه: كان فاضل لي 50 متر واوصل. وجه كلامه لسيد البوابه: ضحكت عليك وجريتك ورايا 3 ايام، اتباعك هيموتوا على ايد الشيوخ بتوعي. قال له: مش مهم، وفداك عادي، انا لو قتلتك دلوقتي محدش هيعرف يقف قدامي بعد كده. انا هاخد منك رجل الكيلين وهخلع قلبك من ضلوعه بمخلب التنين، والسنه الجايه زي النهارده هتكون ذكرى وفاتك. وفي ثانية بتظهر طاقة وهالة قوية بتضرب سيد البوابة، بتفجر بيه الأرض حرفيا، عشان جوسان يظهر ويجري على زوفان ويقول له: أبويا معلش اتأخرت عليك. رد عليه قال له: خد بالك، لأن جسمه بقى مثقول بقوة شفائية عالية جدا. قال له: لا ما تقلقش، أنا هتصرف واعتمد عليا. بعدها قال له سيد البوابة: أنت ياض يا جوسان، أنت عندك أمر تقبض على الخاين ده. قال له: أنت عبيط، عايز نقتل أبويا ولا إيه؟ قال له: أبوك إزاي وإمتى؟ قال له: بالتبني، ليك شوق في حاجة؟ وبعدين أنت إزاي تتجرأ وتأذيه؟ ده أنا هدغدغ وش أمك. قال له: وريني قوتك هتعمل معايا إيه؟ قال له: بقالي 300 سنة عمر ما حد اتجرأ وكلمني بالاسلوب ده. قال له زوفان: خد بالك، جسد التنين التسعة اوعى تستخف بيه. طار عليه جوسان بمنتهى السرعة، صد هجومه بمخلب وريد التنين. حصل انفجار جبار فجر الارض وطيرهم بعيد. اتفاجئ جوسان وقال له: ايه ده صد 80% من قوتي. وظهرت منه هالة وطاقة مرعبة وهجم عليه بكل قوة. قدر يصد هجومه وضربه بديل تنين الارض، حدفه 10 متر لورا. اتجنن جوسان وقال: ما كنتش اعرف انه قوي قوي كده. حب ساعتها زوفان يسخنه وقال له: الحق، ده بيقول عليك عبيط واهبل وامك قرع. اتعصب جدا وظهرت منه هالة جنونية مرعبة. في نفس الوقت فعل سيد البوابة مهارة عويل التنين ووجه له ضربة نارية جبارة. قدر جوسان انه يصدها ويعكس له الضربة، وتحول جسمه لطاقة غضب مرعبة وضربها بكل قوة وقال له: خد زلفي. فقدرت تصيب سيد البوابة وحصل انفجار مدمر في المكان. اتفاجئ زوفان وما كانش مصدق من اللي شافه، وقال لنفسه: النهارده جوسان علمني درس مهم جدا، القوة المطلقة ما تجيش حاجة في التخطيط والفكر الاستراتيجي، وانا اللي كنت فاكر قادر اسيطر على الوضع العام، دي قوتي طلعت خش وقش وخنتريش. وبصراحة يا جوسان انت علمتني درس العمر. قال له: ربنا يكرمك يا عم الحاج، والله انا عارف انا عملت ايه، بس هي ماشية معايا، بس برضه لازم اتعلم منك وما كنش عنيد. قال له: ده انا بعد كده هقول لك يا بابا، وبسببك هغير فكري في المسار الشيطاني ولازم احقق الاستنارة الكاملة. بعدها قال له جوسان: ايه الحق، دي راسه طلعت تاني، ده بورس ده ولا ايه؟ قال له: بقول لك ايه، انت لازم تقضي عليه بضربة واحدة، الاصابات الخطيرة دي مش هتجيب معاه نتيجة. بعد كده قال له سيد البوابة لجوسان: انت جامد بس مش هتقدر تقتلني، فكفايه كده عليك النهارده ونتقابل بعدين، باي باي. اتنرفز جدا وفعل شكل الكيلين الحقيقي. اتحول جوسان لوحش كيلين عملاق. قال له: ده انا هفشفش عظمك وهدشدشك. خرجت منه ايد بمخلب عملاق ضربه بكل قوه لدرجه ان الارض اتزلزلت حرفيا. اترعب الاعمده الثلاثه وراحوا يشوفوا ايه اللي حصل. قال زوفان: يا نهار ازرق، قوه السحق للكيلين السماوي العملاق حته واحده، ده قوته ما تقلش عن الاباطره العشره القدامى، وبسبب قوه الضربه اتحولت الارض لكتله نار من الجحيم المشتعل. بيبص جوسان على سيد البوابه فبيلاقيه لسه عايش، بس كل عظمه في جسمه شبه متدمره بالكامل. فبيواصل هجوم عليه بكل قوته. بيقول له زوفان: استنى، الجذور البوذيه قويه جدا وبتحمي حياته، احنا لازم نتخلص من ارواح التنين اللي في جسمه. في وسط كل ده قام تاني سيد البوابه قال لهم: مش هتقدروا تعملوا لي حاجه. نزل عليه جوسان برجل الكيلين العملاقه ثبته في الارض. قال له زوفان: على فكره قوة التنانين التسعة آخرها تهزم فنون الأرض، بس ما تقدرش تقهر
فنون العالم. رد عليه سيد البوابة: طالما ما وصلتش لعالم التحول مش هتعرف تعمل لي حاجة، لا انت ولا القزم بتاعك ده. ضحك زوفان وقال لابنه: اهرسه برجلك واعمل منه مش بوتيتو. رد عليه قال له: يا عم انت مياس وبق على الفاضي. قال له: هو انت فاكر الجذور البوذية دي هتنفعك؟ فعل عليه فن التحول الشيطاني الأعظم وخد من جسمه أرواح وريد التنين. قال له: بلاش تعملها يا ابن المجنونة. وبدأت عملية الصقل في جسم زوفان واستخدم فيها النار اللازردية. ظهرت طاقة وهالة جامدة جدا، فرح وانبهر بيها ابنه الروحي. بعدها قال له زوفان: اعمل لي درع حماية، لحد ما خلص عملية توحيد التنانين التسعة. قال له: ما تقلقش، ابنك قدها وقدود. وقعد على الأرض وبدأ في عملية التوحيد للصقل. وفي ثانية اتفاجئ بهجوم السلاسل من ملك الأشباح. صدها جوتسان وقال له: مين هناك؟ رد عليه ملك الأشباح: يا خاين يا عميل، ازاي تنضم لأعداء الإمبراطور وكمان بتخون العهد اللي انت أقسمته من 300 سنة؟ قال له: هو أنا هفضل عبد للعيلة الإمبراطورية ولا إيه؟ قال له: القسم اللي انت قسمته ده عشان أعداء العيلة الإمبراطورية، وزوفان أكبر عدو لينا في تيانيو كلها، لازم تخلص منه. قال له: انت عبيط ولا ايه؟ عايز نقتل ابويا الروحي؟ انك مش مظبوط يالا. انا عايز بس حد فيكم يفكر يهوب ناحيته وانا هفلقه 4/4. قال وزير الحرب لملك الاشباح: قومي بينا نمشي. القزم المنيع ده بقى مع الشيطان زوفان، والعمر مش بعزجه. ما سمعش كلامه وقال لجوسان: كنت فاكرك راجل وقد كلمتك، وما كنتش اعرف انك حمار وهبل وبديل، عشان الباشا اللي معاك ده هيخلص علينا واحد واحد وهيعمل مننا دمى روحيه. فين الكرامه؟ فين الرجوله؟ يا خساره الرجاله والله. قال له: انت مين يا عم انت؟ وايه الكلام الجاحد ده؟ بعدين انت صوتك مش غريب عليا. قال له: يا سلام، بس كده انا هفكرك حالا. وحدف على زوفان سلاسل كتير بمنتهى السرعه. فقال له: مش ممكن، هو انت لسه عايش؟ وبسرعه قلع الماسك اللي على وشه. قال له: لولا هجومك الاخير كان زماني في عالم تحول الفراغ وما كنتش اتحولت لدميه روحيه. انا بس كان اللي مزعلني انك مش راجل ومش قد كلمتك. قال له: يا اسطى انت بتحور وعايز تخلع بالطريقه، يا خساره تربيه ابوك اللي اتبناك اول مره فيك. وبنعرف هنا ان ملك الاشباح هو ملك الظل العظيم اللي اختفى من 300 سنه. فقال له زوفان: ايه يا عم الكلام الكبير والجاحد ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا؟ قال له: يا ابن كوم البطاطس، انت ازاي قدرت تضحك على عقل الواد الصغير ده؟ بصراحه يا جوسان، اللي يستحق التقدير والاحترام ابوك الاول بالتبني، مش الشيطان ابن المجنونه ده. قال له زوفان: شيطان مش شيطان، ده ابني الروحي وبحبه في العند فيكو. وبعدين ما تبص لروحك، تضحك على عقل عيل صغير وتورطه في عهد ابدي؟ قال له: ما اسمحلكش، انا مخلص لوطني تيانيو. قال له: بقى عشان هدفك واطماعك تضحي بحرية وحياة الناس اللي بيته من إزاز ما يقلعش في الصالون. قال له: ده كان اتفاق بيني وبينه، يعني راجل لراجل. رد عليه زوفان: مع إني مش مقتنع بكلامك، بس أنا معجب بيك وباللي عملته لتيانيو من 300 سنة، بس ده ما يديكش الحق إنك تضحك على عقل عيل صغير وتجبره على حاجة ما تخصوش. ومش معنى إنك بقيت دمية روحية عايز كل الناس تبقى زيك. بلاش وش المبادئ والشرف اللي أنت مصدره للناس ده. وبعدين خد هنا، انت عرفت ازاي ابوه الاول بالتبني؟ الا اذا دي كانت خطة من العيلة الامبراطورية نفسها. تنح جوسان من اللي سمعه، وهنا استنتج زوفان ان العيلة الامبراطورية خططت لده لما كان في حرب للعائلات السبعة مع جوسان، لان ابوه اتقتل على ايد خبراء العائلات دي. واللي اكد استنتاجه مقابلته الاولى مع الامبراطور لما قال له انه كان مراقبه في مدينة الزهور، خصوصا ان الاخير ما اتحركش الا لما جوسان دمر نص العائلات السبعة، وانه سرقة مخزون الاعشاب الطبية والأكاسير من العائلات السبعة كانت تحت نظر وإشراف الإمبراطور بنفسه، وده اداها الدافع إنها تنتقم منه وتخلص عليه. فقتلت عيلته كلها بما فيهم أبوه الروحي عشان يبقى عنده دافع الانتقام من العائلات السبعة. بس كانت المفاجأة لما تحول لقزم لا يقهر، فخرج عن السيطرة وبقت الإمبراطورية كلها في حالة فوضى. هنا جوسان اتعصب جدا وقال: معقولة عملت كل ده؟ رد عليه ملك الظل: يا باشا دي مجرد توقعات عبيطة، سيبك منه، امسك العقل واهدى. قال له زوفان: عيب عليك، ده انا برنس الجيل، واللي قلته ده حصل بنسبة 100%. ظهرت من جوسان طاقة غضب جبارة وقال: يعني انا اتضحك عليا من عيلة فيستك؟ رد عليه ملك الظل: ابوك ده كان واحد من رجالتنا فلازم تبقى زيه. ساعتها خرجت منه هالة مرعبة وتحول لجسد الكيلين العملاق وقال: بقى انتوا بقالكوا 300 سنة بتضحكوا عليا؟ ده انا هدغدغ تيانيو كلها. حاول يهديه زوفان وقال له: اي نعم ساعتها خدوك في الملف، بس ده ما يمنعش ان ابوك الاول كان بيحبك زي ما انا بحبك بالظبط، اصل انت حلو وامور وتتحب يالا. بعدها وجه كلامه للاعمدة الثلاثة: بقول لكم ايه، كفاية كلام في الموضوع ده، الواد ده جاله اكتئاب وعقدة
معاهدة نفسية، من النهاردة مفيش معاهدة، أنا المعاهدة. قالوا له ماشي يا حلاوة، مسير الحي يتلاقى. بعدها قال له السلف فانج خدها يا ابني مني نصيحة، خطط الامبراطور دايما ما بتخرش الميه، والوضع كده كله لحد دلوقتي تحت السيطره، خد بالك من نفسك وحرص اليومين دول. بعدها بنشوف زوفان وابنه طايرين في السماء، وهم في طريقهم لمقر البوابه الامبراطوريه فضلوا يحكوا شويه مع بعض، خصوصا اللي حصل من سيد البوابه الامبراطوريه، وبسببه كشف المتآمرين من العائلات الملكيه على الامبراطوريه كلها. فهيبدا الامبراطور يشعل فتيل الحرب الاهليه بينهم، فهيبقى سهل على زوفان واتباعه السيطره على الامبراطوريه. بعد أسبوع وصلوا لمدينة التنين المقيد. هنا جوسان قال من 300 سنة أنا اخترقت المدينة دي في يوم كامل، لما نشوف الشيوخ اللي معاك هيعملوا إيه في 385 حاجز و10 مصفوفات من مستوى الخامس. وبره سور المدينة بنلاقي الأخ الثالث مع الشيخ تشو اللي قال له دفاعات المدينة دي جامدة جدي، مش قادرين ندخلها. قال له مش مكسوف من نفسك؟ بقالكوا 10 ايام وما عدتوش حاجز واحد، ايه نخيته ولا ايه؟ قال له ما حصلش وحياة مقام سيدي الحلي. وظهرت منه طاقة نارية وقال له غور من وشي. هنا قالت له ساحرة القمر ايه رأيك نجرب فن الحياة والموت؟ قالت لها الجدة وحياة امك ما تتهوري، الشيخ ليه وقع وما بقاش حيلتنا غير كنتوا الاتنين. ساعتها قال الشياطين الاربعة الله هو انت مش شايفانا ولا ايه؟ بعدها ظهر بطلنا زاوفان وابنه الروحي وقال لهم ايه يا رجاله، هو انا كل حاجه لازم اعملها بنفسي ولا ايه؟ اما صحيح رجاله خش وقش وخنتريش. فاتفاجئوا واتصدموا بظهور جوسان، فحكى لهم زوفان على كل اللي حصل. بعد كده سالته الجده الخطه اللي جايه ايه يا برنس البرانيس؟ قال لها ما تقلقيش، كل حاجه معمول حسابها وتحت السيطره. ففكرت الجده مع نفسها وعرفت ان كل الضجه اللي حصلت دي هو كان مخطط لها من الاول، خصوصا لما اخفى زوفان علاقته بالواد جوسان، وان العائلات السبعه كانت ضحيه مؤامره البوابه الامبراطوريه عملتها وزوفان والعيله الملكيه نفذتها. هنا قال له الشيخ تشو سامحني يا معلم، ما قدرتش اخترق دفاعات المدينه بقالي 10 ايام. قال له جوسان 10 ايام ده انتوا غلبه قوي، اتفرجوا بقى انا وابويا الروحي هنعمل ايه. جوه المدينه بيقول واحد من الشيوخ ده في 2 جايين علينا. رد عليه واحد تاني ما تجلجش يا ولدي، احنا عندنا 8 مصفوفات. ساعتها فعل زوفان المرحله الثانيه من عين الفراغ الساميه، وجوسان القبضة المحلقة شاطر السماء، وظهرت طاقة جبارة دمرت المصفوفة واللي وراها حرفيا. اتصدم العراف لينج واسياد العائلات الثلاثة واقترح عليهم انهم يستسلموا. قال له سيد يومينج انت عبيط يالا ولا ايه؟ استسلام مين والناس نايمين؟ بعدها زوفان قال لاتباعه يا رجالة سيطروا على المدينة وهاتولي العراف ده تحت رجلي. وفي اقل من دقيقة كان العراف لينج والاسياد الثلاثة خارجين ورافعين له الراية البيضاء. وقال لزوفان احنا اسفين يا صلاح، انا بس عندي استفسار رفيع، العرض اللي انت عرضته عليا لسه موجود؟ قال له اكيد، ده انا كلمتي واحده. قال له حز كده بقى، انا بطلب منك انا وباقي قوى البوابه الامبراطوريه الانضمام ليك ولعيله ليو. تنح حلفاء زوفان من اللي سمعوه، وقال سيد لونج هي المشرحه ناقصه قتله، بس لو انضموا للعيله هياخدوا كاس افريقيا والسوبر. بصراحه سال زوفان العراف انت فعلا بتتكلم جد ولا بتهزر؟ رد العراف برقبتي يا كبير. قال له خلاص في الحاله دي كل الموجودين يلغوا الصقل بتاعهم حالا. اتصدموا وفتحوا بقهم. قال له العراف هو انت بتتكلم جد؟ قال له اكيد طبعا، وانا اضمن منين بعد ما اقبض عليكم من هنا تهربوا من هنا؟ قال له تمام يا كبير حقك. خلع اول واحد ختم الصقل بتاعه ووراه اسياد العائلات الثلاثه واتباعهم، فقال لهم الله ده انتوا حلوين قوي. امر بعدها بذبح الجميع، وطبعا كل اللي موجودين لما سمعوا كده كأنهم خدوا كشاف ونزل عليهم جردل المية ساقعة. يا ابن المجانين. اول واحد جري ينفذ هو الشيخ تشو، وفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، ولسه سيد يومينج هيشتمه ملحقش وخلص عليه العواجيز الثلاثه، واللي فضل من العيله كان بيسب ويلعن العراف لينج. هنا قال له العراف مش احنا استسلمنا، اللي انت عملته ده الله يخرب بيتك. قال له بقول لك ايه ما تتحمقش قوي كده، انت لو كنت مكاني كنت عملت زيي واكتر، وبعدين انت طماع جدا عايز تنقذ كل افراد البوابه بتاعتك وتفضل مستشارها كمان. اهي كل خططك للعيله فشلت يا فالح، بسبب عواطفك قضيت عليهم كلهم. قال له بس انت وعدتني بتذكره ومكان في المركب بتاعتك. قال له خلاص عايز تبقى مستشار عندي، خد دودة الدم دي وابلعها، اللي هياكلها هيعيش والباقي هيموت، الاختيار ليك. كلهم اتهفتوا عليها علشان ياخدوها، وفي ثانيه الا ثانيه خدها العراف وبلعها على طول. ساعتها ضحك زوفان ضحكه هستيريه رجت المكان. بعدها صرخ العراف من عذاب والم دودة الدم
معلش بقى انت لسه جديد، خش جنب اخواتك، ده انت هتاكل ضرب. خاف اتباع العيله وماتوا في جلدهم من الرعب، فضل يتلوى على الارض ويصرخ من كتر الالم. ساعتها زوفان قال لاتباعه يلا يا رجاله ورانا شغل كتير. في نفس الوقت فضل العراف يترجى زوفان انه يرحمه، قال له كله منك، مش انت اللي كنت عامل لي فيها اور وغصبتني ان اسرق لك الجذور البوذيه، بعدها كمان عايز تتامر ضد يلا يلا يلا، ده انا همرمطك 3 ايام هخليك تتلوى كده. قال له والنبي يا كابتن وحت ابوك. هنا اتدخل الشاب يونهاي وقال بصراحه يا كبير الراجل ده ضايفنا وظبطنا وجاب لنا شاي وقهوه وكركديه وكان راجل زي العسل. قال له خلاص عشان خاطرك المره دي انا هخليهم يومين بس بدل 3. بعد كده اتمشوا شويه في الغابه وقال له زوفان انا كنت بعمل كده معاه عشان اضمن ولاءه ليكوا، خصوصا لان خلاص مضطر اسيبكوا دلوقتي. قال له ازاي هتروح فين وتسيبنا لمين؟ قال له من 3 سنين انا مضيت عقد احتراف مع الطائفه الشيطانيه والوقت جه عشان انفذ فلازم امشي. بصراحه ما اقدرش الغي الاتفاق والا عيله ليو هتدفع الثمن، وما تقلقش انا مرتب ومجهز كل حاجه قبل ما امشي. وهما بيتكلموا بتخش عليه الجده وبتبلغه ان قوات المارشال دوجو محاوطينهم من كل الاتجاهات. فقال الشاب يونهاي يا نهار ازرق، دول تعداد جيشهم بالملايين، ده غير كده عندهم تشكيل مصفوفه المعركه، شكلهم كده هيشلوحونا اخر شلوحه. رد عليه زوفان عادي يلا ولا كأن حاجه حصلت، استمروا في نبش القبور. على الجانب الثاني المارشال دوجو كان بيدي تعليماته الأخيرة للنمور الأربعة، وكان الجيش محاصرهم من الناحية الشرقية والغربية، واتعمل لهم كمين في الشمال. وقال لهم بصوا يا رجالة هم آخرهم معانا في الحصار ده 3 شهور، عايز من الأخ الثالث والرابع يهاجموهم بكل قوة. فقال الأخ الثاني هو أنت صحيح عايز تدمرهم؟ مش كفاية اللي حصل لهم قبل كده؟ رد عليه يستاهلوا لأنهم متسترين على مجرم وأنا دوري أحقق العدالة حتى لو كان على حساب ابني الروحي. بيجيله تقرير إن الجواسيس تم اكتشافهم من عيلة ليو، فقال له اكيد لما عرفوا ماتوا في جلدهم من الخوف والرعب. قال له الجندي ابدا ولا كانهم شايفيننا. اتعصب جدا وقرر انه يروح بنفسه لمدينه ختم التنين. في نفس الوقت بتجيله رساله تانية ان في تمرد حصل في الامبراطوريه على ايد زهاو، فقرر انه يسحب الجيش ويروح للعاصمه فورا. بعدها بنشوف تيانشي وباقي الاتباع بيضحكوا على خطه زوفان الذكيه لسحب جيش دوجو للعاصمه. بعدها قال لهم زوفان ما تقلقوش مش هنقابل جيش المارشال تاني اصلا. فساله يونهاي ايه ده يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال له صحيح المارشال دوجو قوي ومخلص بس خلاص الامبراطور قرر انه يستغنى عنه ويخلص منه. وفي القصر الامبراطوري بتجيله رساله من الحارس ان في تمرد حصل في العاصمه ولازم ينفذ الاخلاء فورا. ساله مفيش اخبار عن زهاو واتباعه من بدايه التمرد. قال له من ساعتها فص ملح وداب. رد عليه وقال له ده صايع. في نفس الوقت بيخش عليه ولي العهد والاخ التخين وبيبلغوه ان تم كسر التشكيلات اللي في المستوى السادس على مستوى المدينه، ده غير ان في 200 الف متمرد واقفين قدام القصر. فقال اخيرا كشف عن نفسه انا خارج لهم. واول ما خرج قال له ياه بقالك كام سنه بتجمع في الجيش ده يا ابن اللعيبه؟ رد عليه بصراحه قال له عندك هدوء اعصاب جبار. قال له انا اللي معجب بيك وبانجازاتك اللي عملتها لمدينه تيانيو على مر السنين. قال له طب ما تبطل بقى شويتين دول ومش هنفضل نطبل لبعض، اتكلم بقى وبحبح باللي في قلبك. شفت يا رجاله عامل لي فيها الخضره الشريفه وعايز يطلعني غلطان وخلاص. اتريق عليه كبير الجنود زهاو ووصفه بالغبي. رد زهاو وقال له احترم نفسك ده اذكى عقل اتعاملت معاه في تيانيو كلها. بعدها فضل زهاو والامبراطور يطبلوا لبعض. فقال له ما تبطل الحركات دي بتكسب وقت لحد ما التعزيزات توصل؟ لا انسى، عامل لي فيها صايع ودربت 50,000 من الحرس الامبراطوري. حظك الاسود ان حلفائي من اينورانج عاملين لهم كمين وزمانهم خلصوا عليهم. اتفاجئ ولي العهد والاخ التخين من اللي سمعوه